توج الناخب الوطني وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا في الحفل الذي تنظمه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في هذه الأثناء. وجاء تتويج الناخب الوطني وليد الركراكي بالنظر لقيادته الفريق الوطني لاحتلال المركز الرابع في كأس العالم قطر 2028 في أول إنجاز تاريخي عن الواجهتين العربية والإفريقية. وقد سلم الناخب الوطني الجائزة إيمانويل أمونيكي الحائزة على الكرة الذهبية 3 مرات. وقال الركراكي خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية مساء اليوم الاثنين بعد تتويجه بالجائزة: أشكر كل من ساعدني على بلوغ هذه المرتبة، وأدين بالكثير للجهاز المساعد والاتحاد المغربي واللاعبين. وأضاف: أنا اليوم هنا بفضل مساعدة الجهاز المعاون واللاعبين، وأشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على ثقته. وتابع: قبل عام فقط كنا في قطر وأسعدنا المغاربة عبر العالم، واليوم نحصد مكافأة ما حققناه. أنا سعيد بهذا التتويج. وواصل: أعتقد أن الفترة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الكرة المغربية، وشخصيا أشعر بالفخر والخجل، وأتمنى أن نحافظ على تواضعنا وتبقى أقدامنا ثابتة على الأرض. وأتم كل الشكر لأفراد أسرتي على دعمهم وتضحياتهم، وهذه المحطة انطلاقة أخرى كي نظل في القمة ونراكم في المزيد من النجاحات. وكان وليد الركراكي قد قاد منتخب المغرب لإنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر كأول منتخب عربي وأفريقي يصل هذا الدور. قال فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي اليوم الاثنين بعد استلامه جائزة أفضل منتخب إفريقي في عام 2023 خلال حفل الكاف الذي أقيم في مراكش: إن هذا التتويج مستحق ويعكس الطفرة العملاقة للكرة المغربية قاريا وعالمية. وأضاف: لا يسعنا إلا أن نبدي سرورنا الكبير بهذه الجائزة المستحقة التي تعكس قيمة المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس بدعمه لنا على كل المستويات. وأردف: الكرة المغربية حاليا في الريادة إفريقيا، وتنافس عالميا، وتملك الجودة والمواهب لتواصل الصعود. أهنئ كل الذين ساهموا في هذه الثورة الكروية الرائعة، ونحن مطالبون بصيانة هذه المكاسب، ولدينا الثقة في مواهبنا. يذكر أن المغرب أحرز المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وهو إنجاز تاريخي للمنتخبات الإفريقية،